اهلا وسهلا بيكم. اتمنى ان انتم تكونوا بخير وبصحه وبسلام. اول حاجه عايزه اقولها اعذروني على منظر حواجبي، لان انا لسه عامله الفيديو الطباعه بتاعه الحواجب بتاعه شي جلام، والمفروض ان انا استنى لغايه بالليل لغايه ما نشوف النتيجه هتنشف ولا هتسيح ولا هتهبب حواليها ولا ايه. قلت على ما حواجبي تنشف اعمل لكم الفيديو ده بالمره. لو هتبقوا حابين تشوفوا الختم بتاع الحواجب هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو ده، موجود هتلاقوه تحت في صندوق الوصف، ابقوا اتفرجوا عليها ولو عجبتكم ابقوا هاتوها. فكرة الفيديو ده جات لي علشان في متابعة سألتني ايه لون كونسيلر اللي في شي جلام مناسب او نفس كونسيلر ميبلين انستنت ايج ريوايند اريسر الدرجة رقم 2 او اللي هي كان اسمها نود. افتكرت ان انا عندي اكتر من درجة من ميبلين، فقلت اعمل لكم المقارنة دي في السريع كده عشان اللي عنده نفس الدرجات او اللي عايز يعمل نفس الحركة انه يشتري من شي جلام الوان قريبة منها يقدر يعرف يختار ايه. انا عندي 7 درجات، 1 و2 و3 و6 و8 و10 و13. في منهم بستعملهم على طول ككونسيلر، وفي بستعملهم ككوريكتور، وفي بستعملهم ككونتور. دي الدرجات اللي عندي، وهعمل المقارنة عليها بشي جلام كونسيلر برضو اللي موجود عندي عشان عملت بيه فيديوهات قبل كده. احب اوضح ان ميبلين برضو غيرت شوية في اسامي الكونسيلر بتاعتها والارقام، فبليز انتوا حاولوا تدخلوا على صفحة ميبلين تعرفوا، لان هم حاطين المقارنة دي، يعني حاطين رقم 2 دلوقتي كان رقم ايه قبل كده، او اللي كان اسمه نود قبل كده بقى اسمه ايه. يعني حاولوا تعرفوا انتوا في البلد عندكم اي درجة هي اللي بتتوزع دلوقتي وهي اللي بتتباع وموجودة عندكم في البلد. يا اما تدخلوا على جوجل وتحطوا المقارنة دي، يعني رقم 2 دلوقتي اسمه ايه، او الجديد بتاعه هو بقى اسمه ايه، علشان الارقام مختلفة في كل بلد، على حسب بلد بتجيب الجديد لسه عندها القديم شوية، فلازم انتوا تبقوا عارفين انتوا هتشتروا اي درجة. انا على قد ما اقدر حاولت اطلع لكم الدرجات اللي شبهها، لكن في درجات مش موجودة هي بالظبط. تلاقوني بقول لكم عشان توصلوا للدرجة دي انتوا ممكن تعملوا ايه بكونسيلر شي جلام. ممكن درجة معينة تحطوا لها شوية من الابيض عشان تفتحوها، ممكن في درجة تعملوا لها ميكس مع درجة تانية عشان توصلوا للون المطلوب. بس ارجو ان احنا لما نيجي نعمل ميكس مع اي حاجة نحط نقط صغيرة الاول ونميكس كويس جدا ونشوف ونختبر. لسه ما ظبطتش نقط تانية صغيرة قوي، بعدين نميكس كويس جدا وبعدين نختبر. فبليز ما تحطوش كميات كبيرة علشان الغلطة هتبوظ لكم الدرجة خالص. فدايما الميكسات بتاعتنا تبقى على خفيف كده ونجرب وبعدين نشوف عايزين تاني او لا. الطريقه اللي هشتغل بيها على الفيديو هتبقى ان انا هحط لكم الاول درجات الكونسيلر اللي عندي من ميبلين، بعدها هحط درجات المقابله ليها من شي جلام، وبعد كده هكتب لكم كل واحده تعملوا فيها ايه عشان توصلوا للدرجه دي ان ما كانتش موجوده في الدرجات نفسها. انتوا بقى هتعملوا ايه؟ هتاخدوا سكرين شوت من الصوره اللي انا هحط عليها الدرجه واسمها وتعملوا بقى اللي مكتوب على السكرين شوت، او تشتروا الدرجات من شي جلام اللي موجوده على السكرين شوت وتعملوا لها ميكس مع بعض وتوصلوا للدرجه اللي انتوا عايزينها. ده برضو اما كانتش هي موجوده جاهزه. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الفيديو. دول اول 5 درجات من ميبلين من اليمين للشمال، هيكونوا 1 2 3 6 8، ودول الدرجتين التانيين اللي هم 10 و13. بالنسبة للدرجات اللي انتوا شايفينها قدامكم، الخط اللي في النص ده درجات ميبلين، وفوق وتحت هيبقوا درجات شي جلام. بالنسبة لدرجة 1 من ميبلين مفيش نفسها بالظبط في شي جلام، لكن ممكن نستعمل كوكونات فليكس مع اي كونسيلر ابيض للتفتيح زي برو كونسيل من LA Girl، وده علشان ما نغيرش الاندرتون بتاعه. بالنسبة لدرجة 2 في ميبلين برضو مفيش زيها في شي جلام، فاحنا ممكن نستعمل ألموند وعليها نقطة أزرق كولر كوريكتور علشان نخليها محايدة، أو نستعمل بينات باتر وعليها نقطة أزرق كمان عشان نخليها محايدة ونفتحها بنقطة أبيض. سينامون في شي جلام هي مقابل رقم 3 في ميبلين. ساند في شي جلام هي مقابل رقم 6 في ميبلين. اما بالنسبة لرقم 8 كمان مفيش زيه بالظبط، فاحنا ممكن نخلط ألموند من شي جلام مع نقطة ابيض عشان نفتحه شوية، ونقطة كوريكتور سالمون علشان يديله تاتش سالمون على الدرجة بتاعته.
اما بالنسبة كمان لدرجة 10 مفيش نفسها بالظبط، لكن انا ممكن اقترح ان انتوا تاخدوا درجتين earth و honeycomb. earth هتستعملوا earth هي الاساس وهتغمقوها شوية ب honeycomb، هتقدروا توصلوا لنفس درجة رقم 10. درجة 13 كمان مفيش منها في شي جلام، لكن ممكن ناخد هيزل نوت وناخد معاه دارك كوفي ننقط منه شوية على هيزل نوت لغاية ما نوصل لنفس درجة 13. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي عشان تشوفوا فيديوهاتي اللي جاية. اشوف وشكم على خير. باي.